هذا العمل يمت إلى الواقع بكل صلة، وكل الخناقات اللي هتسمعوها من واقع الحياة اليومية. شايف الرجالة بتعمل ايه؟ كانت حفلة لطيفة جدا ولا ايه؟ هي لطيفة، بس شفت مرات عادل جاية متسيغة وبتلعلط ازاي؟ بيئة قوي الست دي. بغض النظر عني ما خدتش بالي، بس سيبك انتي كنتي نجمة النهاردة. ايه ده؟ مش ممكن. غوايش غوايش وسلاسل جنازير. انا ما طلبتش ان يبقى بلعلط دهب كده زيها، بس بذمتك بقالك قد ايه ما جبتليش هدية عليها القيمة؟ الله، هي مش كانت بيئة من شوية؟ انتي غيرانة منها ولا هتقلبي الترابيزة عليا؟ انا غير فشر، بس كنت عايزة اوريلك الرجالة مدلعة ستاتها ازاي. وانت بقى لا، لحد كده ونقطع. خلينا في حالنا وسيب الناس في حالها، وعلشان خاطر ربنا ما تقلبيش الليلة غم، وإلا والله ما هكررها واخدك معايا تاني. ازيك يا تامر، عامل ايه؟ بتبقى حقنة الست اللي بتقارن بينها وبين الناس، مش كده؟ من ناحية حقنة فهي حقنة بصراحة، بس خد بالك في رجالة بتقارن كده وزيادة. لا، ما هي مش مقبولة من الطرفين الحقيقة. طبعا من غير كلام. ده أنا عندي جوز واحدة صاحبتي ببقى مكسوفة لها لما بيجوا يزورونا، تلاقيه قاعد يبحلق في كل ركن في البيت، سواء أكل بقى ولا زرع ولا العيال حتى. ومش هقولك بيبقى نازل فيها تقطيم وهي بتتعصر ووشها بيجيب ألوان. والله بتصعب عليا، وبقول لو أنا كنت مكانها كنت قتلته. طب أنا بقى هحكي لك على واحد صاحبي بيموت في خطيبته، وهي من نوع الستات اللي بتقارن. مش عارف يرضيها ازاي، مهما قدم لها برضه بتقارن، ولا عمرها بترضى. بيصعب عليا بشكل، على طول محبط علشان مش عارف يوفي طلباتها. أنا شخصيا نصحته يصرف نظر، مش عارف هو ماسك فيها بالشكل ده ليه. بتهيألي العلاقات اللي من النوع ده لازم يكون فيها وقفة حاسمة قدام الأسلوب السخيف ده، لأن تجاوبه معاها ومع طلباتها ومحاولته الدايمة لإرضائها بتزود حالتها سوء. بس خدي بالك، الناس اللي من النوع ده ما فيش فايدة في محاولة إرضائهم، لأنهم عمرهم ما هيشوفوا لا رضا ولا راحة. بس تفتكري إيه السر ورا النوعية دي من البشر؟ أكيد وراها أم بتقارن دايما بين ولادها وبين ولاد معارفها وأصحابها، وده بيطلع شخصيات مش واثقة في نفسها ودايما باصة لغيرها وبتقارن. ولا انتم رأيكم إيه؟